Gucci babe. Gucci, Gucci, Gucci gang. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. ازيكم يا حلوين، ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل. ولو دي اول مره ليكوا اهلا بيكوا. انا ميار غنيم، بتكلم عن المحتوى والالوان وفاشن وستايلينج تيبس اند تريكس، وازاي نعمل محتوى ملون وفي نفس الوقت اكسبيرمنت ستايلز وطرق مختلفه. ف if you're interested keep on watching. انا عايزه ابتدي معاكم سيريز جديده النهارده، وهي السبب ان انا اصلا على السوشيال ميديا. انا ليه على السوشيال ميديا؟ علشان عايزه اثبت لنفسي قبل اي حد تاني ان انا اقدر ابقى محجبه واجرب كل حاجه، ستايلز مختلفه، اديتس مختلفه، استاتيكس مختلفه، البس كل الالوان، وان الحجاب ده مش مانعني من اي حاجه. وفي نفس الوقت بحاول دايما اتعلم واعمل الكونتنت ده بطريقه كرييتيف اكتر، وممكن مش شرط يعني يبقى حاجه معقده، بس بطريقه بسيطه وتطلعه في الاخر شكله متعوب فيه وشكله بروفيشنال جدا. فقررت ان انا ابتدي معاكم سيريز لما يبقى عندي بروجكت او اد، مثلا اعلان يعني هينزل على تيك توك او حاجه، اصور معاكم كل البروسيس اللي انا بعملها. يعني انا النهارده صحيح عايزه اصور تيك توك ماشي، عشان في فاشن كامبين هتبقى لانشت على تيك توك اسمها باريس فاشن ويك. زي ما انتم عارفين احنا في سبتمبر وده الفاشن مانث، في كل الفاشن رانويز ابتدى اوريدي. نيويورك فاشن ويك ابتدى، واحنا حاليا في ميلان فاشن ويك، والاسبوع الجاي هيبقى باريس فاشن ويك. فعلشان تيك توك يلانش الكامبين دي، قرروا ان هم الكوميونتي بتاع الفاشن كرييترز اللي في مصر يعملوا فيديو تيك توك. فين الترند اللي هو بتاع ما الناس قاعده بتتفرج كانها فاشن شو ويبقوا لابسين كانهم تبع البراند. ده الفيديو اللي احنا هنحاول نصوره النهارده سوا. فعايزه اخدكم في البروسيس كلها. فاحنا دلوقتي في البروسيس بتاع ان احنا بنعمل شويه ريسيرش عشان اشوف ايه البراندز اللي ممكن يبقى عندي بيسز ان انا اعرف اعمل لها ستايلينج ماشي. فخلينا يلا نبتدي. بصوا بقى دلوقتي هوريكم شكل الترند عامل ازاي والاوديو بتاعه على تيك توك، عشان نبتدي نعمل ريسيرش ونشوف كام اوتفيت بيظهروا في الاوديو علشان ابتدي احضر الاوتفيتس. ده اول فيديو ماشي. much later. زي ما انتوا شفتوا الترند اللي انا بفكر فيه برادا وشانيل، علشان الثيم بتاعهم والبيسز بتاعتهم ابيض واسود، فدول يعتبروا سهلين. فحاول افرق ما بين برادا وشانيل وديور، لان I think ان يعني من الواضح انه برادا شويه ادجي، بالذات معروف بالبوت الاسود الطويل. فافكر كده في طريقه ممكن برادا كله فول اون بلاك اوتفيت يبقى ادجي واسود، وشانيل وديور بلاك اند وايت، بس مش متاكده ايه الفرق قوي. فهعمل شويه ريسيرش عشان اعرف ايه الايتمز اللي بتفرق الاثنين براندز عن بعض. لازم نعمل حاجه ملونه. هنبتدي نعمل حاجه عن مثلا فالنتينو. زي ما شفتوا في التيك توك ده، فالنتينو اللون بتاعه احمر و very bold يعني، بس فالنتينو السنه دي كله حاجته هوت بينك. ولو مش عارفين المعلومه دي اتفرجوا على فيديو يوتيوب بتاعي بتاع باربي كور، وهتشوفوا شكل فالنتينو بينك بتاع 2022 وازاي هو موضه وكل الناس بقت بتلبس هوت بينك. فغالبا هلبس هوت بينك اوتفيت يبقى مونوكروماتيك من كل حاجه لونها هوت بينك. وممكن جوتشي البراند معروفه بالاخضر والاحمر او الاخضر والبينك والباترنز الفانكي شويه، او ممكن نضاره كبيره مثلا، نضاره شمس كبيره. هبتدي اعمل كده ريسيرش ايه الايتمز اللي هي بتخلي كل براند يستاند اوت، عشان نبتدي نشوف ايه البيسز اللي عندي في الدولاب ونبتدي نجمع الاوتفيت اللي انا هصور بيهم التيك توك. بنترست يعني من احسن الويب سايت الخطيره اللي هي بتساعد ان انتوا تلاقوا صور اي حاجه بتدوروا عليها هتلاقوها على بنترست. وانا بحب بنترست قوي عشان انا اصلا شخص فيجوال، بحب اتعلم بالصور. يعني حتى مثلا لما اجي اتعلم اكله ما بقعدش اقرا بالظبط المقادير، بالعكس ببص على الصوره واعرف ايه المكونات وبشتغل من نفسي. فانا دايما بتعلم او بحب اجيت انسبايرد بالصور او الفيجوالز عامه. فهفتح كده على بنترست وابص على جوتشي استاتيك، برادا استاتيك، فالنتينو كده، وعشان نبتدي نشوف التفاصيل بتاعه كل براند. بحب اسيت اب المود كده، اسمع مزيكا رايقه قبل ما اشتغل. ف هشغل عبد الحليم على واطي عشان نبتدي نعمل ريسيرش.
دلوقتي خلينا كده نبريك داون شويه براندز وايه المين elements بتاعتها عشان اقوم اجمع البيسز بتاعه الاوتفيتس. اول حاجه برادا بالنسبه لي حاجه سهله قوي. برادا كله اغلبه اسود ادجي شويه ولازم البس بوت اسود. شانيل بصيت على شانيل ولقيت انه بلاك اند وايت بيبقى شكله كده فيري كلاسيكال كده وفورمال، بس مش فورمال اللي هو بليزر، وفي باترن شيكرد يعني اللي هو الباترن اللي هو بلاك اند وايت وكده على خفيف. فعندي بليزر فحاسه ان ده هيظبط قوي على شانيل، وممكن بنطلون اسود. اظن ان ديور هيبقى مثلا بيرلز، لازم احط اكسسوارز بيرلز، وممكن مثلا طاقيه بيري او حاجه. فالنتينو احمر يا اما كله فوشيا زي ما قلت لكم علشان موضه عشان 2022 فالنتينو كله هوت بينك او فوشيا، يعني بجد الموضوع يعني بقى بيوز اوفر قوي بس حلو يعني عشان انا بحب البينك فما بصدق. كمان جوتشي، وحاسه ان جوتشي اكتر حاجه ممكن I have fun with it شويه علشان يطلعني بره كومفورت زون. جوتشي اخضر وبيل بينك او احمر وباترنز عامه، يعني ممكن يبقى في التوب، ممكن يبقى السكارف، ممكن البس السكارف بطريقه مختلفه اللي هي السكوير سكارف والبس نضاره كبيره. في طبعا جاك موس ودي تعتبر براند شويه جديده، بس جاك موس كل الالوان بتاعه البراند دي برايت كولرز برايت كولرز قوي، اورنج بلو بينك ريد وكده، وكولر كومبوز على بعض. فهحاول اجرب اعمل حاجه كده برضو. هبتدي اجمع كده شويه بيسز اللي انا حاسه ان هي هتليق على كل براند. عايزاكم تتجاهلوا الكركبه اللي هنا دي علشان انا يعني لازم هعمل كونتنت، هقلع، مش هقدر اطبق، هغير بسرعه، فده النتيجه يعني ده العادي. فبحب اعمل ايه بقى علشان لما اجي اكون هصور اوتفيتس بحب اجيب البتاع دي وابتدي اجمع عليها البيسز اللي انا هستخدمها. دلوقتي هنسيت اب المكان بتاع التصوير مع بعض. من اهم التبس اللي انا بنصح بيها علشان الريلز تبقى بيرفكت والترانزيشنز تبقى بيرفكت ان انتوا تظبطوا كل حاجه بحيث انه لما تحطوا الموبايل على الترايبود ما نلمسش الترايبود علشان الفريم ما يتغيرش، وتبقى كل ترانزيشن تبقى مظبوطه. او لو ده حصل ممكن نعمل طريقه تانية ترانزيشنز مختلفه ما نبينش النقله. بس دلوقتي هنسيت اب المكان علشان هو الترند ده المفروض ان الناس قاعده وبتتفرج على ران واي شو. انا دايما بصور هنا عشان هنا في شباك، وبفتح مثلا سوفت بوكسز بحس ان الاضاءه كويسه كده. وغالبا هخلي الكرسي حاجه بسيطه جدا كده علشان يبقى الاوتفيت كله باين. لما اصور بالطول هنا اهو يبقى الاوتفيت باين. وغالبا هنصور كده يعني احنا هنبقى قاعدين كده مثلا وبنبص من الشمال لليمين من الشمال لليمين، علشان المفروض ان كل ان احنا قاعدين في رانوي شو فالمودلز كانهم ماشيين. واللي انا بفكر فيه بقى ان الموديل كانها ماشيه هي اللي هتعدي قدام الفريم وتغير فريم للتاني، او هي الترانزيشن بيسكلي، يعني زي ما انا قاعده كده وكأن حد بيعدي قدام الكاميرا بعدين هيبقى الاوتفيت التاني، ونفس الكلام هنبص كده ونعمل كده. فاهمين قصدي؟ يلا بينا اول لوك غالبا علشان انا حاسه اسهل حاجه فنبتدي بالبسيط عشان ما نتعقدش. اول حاجه انا هعمل اللوك بتاع برادا، فقررت ان انا اجيب الفستان الاسود ده، وعلشان يبقى ادجي شويه هلبس الهارنس بيلت ده عليه، وبفكر بقى البس عليه البوتس دي علشان يدي شويه الفايب بتاع انه برادا وكده. ضربين شويه بس هنفضهم. غالبا هو ده الاوتفيت بتاع برادا، فخلينا نحطه على جنب. عشان فالنتينو دلوقتي هما يعني هوت بينك قوي، ده اللون المين بتاعهم، مع ان الاحمر برضو يعتبر فالنتينو. يا اما هلبس الفستان ده بس هاكسسورايز شويه علشان انا لو في رانوي شو اكيد مش هلبس يعني ده كده بسيط بزياده، لازم نحط التاتش. فده الفستان او السوت، وممكن البس الاثنين واجرب يعني اشوف ايه شكله احسن. دول بتاع فالنتينو. اللوك بقى بتاع شانيل، قررت ان انا اجيب بنطلون اسود عادي بلين وقميص ابيض عادي جدا بسيط، وجبت البليزر ده علشان الباترن البريبي ده لايق على شانيل عامه، وجبت البري سودا، فهمشي يعني very minimal classical كده علشان شانيل براند elegant كده. وليه جوتشي، وده الصراحه اكتر حاجه انا متحمسه لها، هلبس البنطلون الاخضر بتاعي ده، وهلبس البليزر ده باترن عشان انا حاسه ان جوتشي عامه فيه باترنز كتير
وهجرب البس السكوير سكارف دي باترن تالت على بعض. هشوف كده ازاي هظبطهم على بعض، بس انا متحمسه لده علشان ممكن البس مثلا بيل بينك كمان تحت البليزر علشان ندي جوتشي فايب اكتر، وعشان نلبس جاك موس. وقلت اغير مع ان جاك موس عامه الوان كتير، فممكن يبقى هوت بينك، ممكن يبقى احمر. قررت ان انا البس الازرق، البليزر الازرق ده وبنطلون اورنج، لان دول من الدرجات اللي معروفه برضو في جاك موس. ده الاوتفيت اللي انا هلبسه لكريستين ديور، عشان انا بحس كريستين ديور very مينيمال وشيك. هو الصراحه انا بالنسبه لي شانيل وديور شبه بعض قوي، بس لو هندي كل واحد حاجه فرق ممكن افكر، يعني بحس ديور ممكن يبقى فيه بيرل نكلسز وكده. انا بفكر فيه انه بليزر فيه باترن خفيف، والقميص المخطط ده برضو علشان هو لسه فاتح، وبنطلون ابيض. هنشوف بقى هنعمل ايه في البري والطرحه وكده لما نبتدي اكشلي نستايل الاوتفيت. وبس ده كده جمعت الاوتفيت، وهنبتدي بقى واحده واحده نلبس ونعمل ستايلينج، وفي نفس الوقت نصور محتوى. انا عارفه ان الفيديو ده بادي على ان انا عايزه اصور التيك توك بتاع الرانواي فاشن شوز، بس انا شايفه بما اني كده كده طلعت وهكركب الاوضه وهلبس كذا حاجه، ممكن ودي فكره انا بحب اعملها دايما، ان انا لما بصور بيس اوف كونتنت بصور كذا حاجه بحيث ان احنا نقدر نعمل لها ريبيربسنج. بما ان كل براند ينفع لوحدها تبقى فيديو فيرتيكال او ريل او تيك توك لوحدهم، غالبا هصور وانا بلبس اللي هو كانه جيت ريدي وذ مي، ونتكلم شويه عن البيسز وبعدين نصور، او في النص نقعد نصور على الكرسي اللي هو التيك توك بتاع الرانواي شو. فده كده تيك توك رانواي وجيت ريدي وذ مي على 3 أو 4، فممكن نبقى بنحاول نصور 4 فيديوهات مع بعض. انا عارفه طماعه، بس انا بجد يا جماعه كسوله جدا، فلما بصور كتير قوي احس بالانجاز. يلا بينا نبتدي. هسيت اب موبايلي وكده واوريكم ازاي بسيت اب الاوضه لما هكون هبتدي اصور، فيلا بينا. اوكي انا هبتدي اصور والموبايل هنا تحت الكاميرا بالظبط. خلينا نبتدي نشوف الشكل بتاع الفريم. اصور بس فيديو عشان اتست المكان اللي انا واقفه فيه كده، لان انا في الاول هعمل زي كذا ريل. فهنبتدي بان انا في السيت اب بتاعي ده اليونيفورم بتاع الكونتنت بتاعي. فاوكي غالبا هعمل مثلا ريل اللي هو انا ببص على انسبو وببتدي مثلا ايه اجرب البيسز كلها، وتبقى دي الترانزيشن. بس خلينا نعمل حاجات بسيطه عشان قبل ما نجري نمشي. فعادي انا زي ما انا واقفه وهكلم الكاميرا عادي، بس انا شايفه الاوتفيت بتاعي. انا this is my Prada look. صورت قال يعني get ready with me شويه سنيبتس كده، هنشوف هنعرف نستخدمهم ولا لا. بس دلوقتي هصور ان انا ماشيه قدام الكادر عشان ده هيبقى الترانزيشن بتاعه الفيديو. عادي احنا بنتخيل ان في حد عمال بيعمل كده، انا بمشي قدام كاميرا الموبايل علشان هرموف الباك جراوند واستخدم دي كترانزيشن. دلوقتي بقى الجزء بتاع القعده بتاعه الرانواي شو. احنا المفروض دلوقتي بنتفرج على موديل ماشي كده. اوكي يعني تصوير الكونتنت عباره عن ان احنا بنمثل شويه قدام الكاميرا. طبعا مش هيك على اللي احنا صورناه، بس انا مش قادره، فندخل على الاوتفيت اللي بعده. اوكي فده جوتشي انسبايرد اوتفيت. يعني الصراحه غريب شويتين 3، بس الصراحه عجيب. ليتس جو. او استنوا ثانيه هصور صوره كمان. هنصور الفيديو بتاع strutting الاوتفيت. I don't want to be pretty. I want to be iconic. I don't want to be pretty. I want to be iconic. Okay. I'm sorry. Get another go. بغني وبهاف ماي سيلف اب في الكونتنت يا سيدي. دلوقتي هنصور الفيديو بتاع الموديل الماشيه. 6.5 hours later.
طبعا انا مش عارفه ليه بحب اعيش حياتي on the dangerous side of things، وكل ما باجي اصور ريل بجد بني ادمه براس كلب. كل ما باجي اصور ريل ما ببقاش فضيتي ستورج، وبعد امسح وانا بصور بيقول لي ايفون ستورج فل، اصور وامسح اصور وامسح. ما بحضرش نفسي. هل بتعلم مثلا؟ بحضر صح؟ ما بتعلمش. One pair of pants later. This is my Christian Dior inspired outfit. اوكي دلوقتي بقى الرنوي شو بتاعنا. 3 outfits down. يلا على اللي بعده. ده شانيل. اوتفيت اللي بعده هنطلع كل الباربي دريمز. لو ما شفتوش الفيديو بتاع باربي كور فانتوا لازم تروحوا تشوفوه دلوقتي حالا، علشان بتكلم عن الستايل اللي انا بلبسه دلوقتي. اوكي حافظين طبعا الدريل. هنمشي مرتين. انا لسه شاريه باربي. ليه شاريه باربي يا جماعه؟ عشان انا بحب العرايس لحد دلوقتي. هو انا مش 28 سنه، انا هكمل 29 في شهر 10، بس لسه شاريه باربي بكامل قواها العقليه. ليه اشتريت الباربي دي؟ عجبتني قوي ان هي كيرفي ومليانه. باربي شبهي، حسيت ان انا ما كبرتش وفي باربيز شبهي، يعني البادي تايب بتاعي وسمرة وكده. الصراحه كنت عايزه واحده. خد شويه صور وهلبس الاوتفيت الجاي عشان حاسه ان ده زهق بالنسبه لكم. We're doing Jack Moose and this is the color palette. Okay. Alright. هنعمل المشيه. Moments later. Wow. Magnifique. A little longer than a few minutes later. في حاجة كده مش عارفة اقولها لكم ولا هيبقى TMI، بس انا شامة ريحة بيبي. انا عندي واحدة من قطتي كده قليلة الادب، مش متربية شويتين 3، لما بتبقى غيرانة زعلانة متضايقة بتعمل بيبي على حاجة. وليه بتعمل بيبي على حاجتي؟ مش جوه الدولاب، لا، لما ببقى مكركباها بره، وده بيحصل شوية كتير علشان انا بصور كونتنت، فشامة ريحة بيبي. فاتمنى ان هي مش حاجة انا لابساها عشان نعرف نكمل التصوير. يا رب تكونوا انبسطتوا بالفيديو والستايلينج. انا انبسطت قوي، بس هنعمل بارت 2، وبارت 2 هيبقى بس editing tutorial ازاي تعملوا الريلز اللي احنا قعدنا صورناها مع بعض، وهنزل لكم الجايد يعني خطوه بخطوه ازاي تعملوا editing على الموبايل بسوفت ويرز فور فري، علشان تعملوا نفس الريلز اللي انا صورتها معاكم وتعملوها احلى. ولما تبقوا تستخدموا التيبس بتاعتي وتنزلوها على السوشيال ميديا اعملوا لي تاج، عايزه اشوف الكونتنت بتاعكم، عشان انا متاكده ان انتوا لو اتعلمتوا التيبس والتريكس البسيطه دي هتعرفوا تعملوا كونتنت احلى مني كمان. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل علشان تشوفوا بارت 2 اللي هنتعلم فيه سوا الاديتنج. اكتبوا لي رايكم ايه اكتر اوتفيت عجبكم من الاوتفيتس دي كلها، وايه البراند المفضله بتاعتكم الهاي اند براندز، بما اننا كده كده بنحلم ومش هنعرف نجيبهم، بس عادي ممكن نحلم وممكن نستايل شبههم، يعني نفس الستايل او نفس الاستاتيك. وعشان كده انا بحب قوي الفاشن، ان احنا بنعرف نعبر عن نفسنا. اشوفكم الفيديو الجاي. باي.